تخيل كده إن العلماء بيكتشفوا تابوت لملك متحنط من يجي 3000 سنة. الملك نايم في هدوء جوه تابوته المذهب، وجنبه على طول مومياء لشخص وشه بيصرخ كأنه تعذب قبل ما يموت، بقه مفتوح وعينيه غايرة وجسمه ملفوف في جلد معيز زي المجرمين. المومياء اللي كانت في التابوت هي للملك رمسيس الثالث، أعظم ملوك الفراعنة في الدولة الحديثة، واللي كان جنبه ده ما كانش عدوه، لا ده كان ابنه. المشهد ده مش من فيلم، دي حقيقة حصلت في وادي الملوك. العلماء سموا الموميا دي المومياء الصارخة، والشكل المرعب للموميا دي فتح باب لواحدة من أخطر القصص في التاريخ الفرعوني، حكاية مؤامرة الحريم والجريمة اللي هزت عرش مصر من أول صرخة الموميا لحد محكمة الموتى. هنعرف كل القصة، بس قبل ما نبدأ يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. في سنة 1886 في محافظة الأقصر، وتحديدا في البر الغربي، العلماء بيكتشفوا خبيئة في وادي الملوك، والخبيئة دي كان موجود فيها عدد من التوابيت. علماء الآثار وهم بيفتحوا التوابيت واحد ورا التاني لقوا أسماء ملوك معروفين زي الملك رمسيس الأول وسيتي الأول ورمسيس الثاني، وأخيرا الملك رمسيس الثالث. لكن اللي لفت نظرهم كان تابوت غريب جنب تابوت الملك رمسيس الثالث مباشرة. التابوت كان غريب ومختلف عن باقي التوابيت اللي موجودة في الخبيئة. تابوت بسيط ما فيهوش أي نقوش ملكية، ولا كان متزخرف ولا مكتوب عليه أي شعائر جنائزية، وكمان كان متغطي بجلد الماعز اللي المصريين القدماء كانوا بيعتبروه نجس ومهين. أول ما العلماء فتحوا التابوت الناس اتخضت. جوه التابوت مومياء شكلها مختلف تماما عن باقي المومياوات الملكية. الوش كان متخشب والفم كان مفتوح كأنه كان بيصرخ برعب قبل ما يموت. العينين كانت غايرة ورقبته كانت ملفوفة بشكل غريب كأن حد شنقه أو مات موتة عنيفة. علشان كده العلماء أطلقوا على الموميا دي اسم المومياء الصارخة، وابتدوا يتساءلوا يا ترى مين الشخص ده، وليه الموميا بتاعته اتعملت بالشكل المهين ده، ويا ترى ليه اتحطت جنب أعظم ملوك مصر اللي هو الملك رمسيس الثالث. اللغز ده متفكش إلا بعد أكتر من قرن، لما علماء مصريين وأجانب استخدموا الحمض النووي وتقنية الأشعة الحديثة. وكانت المفاجأة إن الموميا الصارخة دي كانت غالبا الملك بنتأور ابن الملك رمسيس الثالث، واللي اشترك في مؤامرة لقتل أبوه. مات واتحنط بإهانة واتحط جنب أبوه اللي اتقتل على إيد ناس من أقرب المقربين ليه. المشهد كان أشبه بفيلم درامي، الملك في تابوت مهيب وابنه الخاين في تابوت مهين جنب بعض في خبيئة واحدة. الملك رمسيس الثالث كان آخر ملوك الفراعنة العظام، ابن الملك ستنخت ومؤسس الأسرة العشرين، ورث مملكة عظيمة لكنها كانت بتميل للضعف. تولى الحكم سنة 1186 قبل الميلاد، في وقت كان صعب جدا. البلد كانت محاصرة من كل الجهات، في حروب ومجاعات وشعب غاضب، وكهنة كانوا بيطمعوا في السلطة. لكن رغم كده رمسيس الثالث وقف زي الجبل، قدر يحمي حدود البلد وانتصر على شعوب البحر اللي حاولوا يحتلوا مصر، وخلى هيبة مصر ترجع زي زمان. لكن جوه القصر كان الوضع مختلف تماما. القصر الملكي كان مليان نساء وجواري وزوجات، وفي كهنة وفي أمراء ورجال بلاط، كل واحد له طموحه، وكل واحدة كان نفسها ابنها يبقى الوريث الشرعي. وفي وسط الدوامة دي ظهرت واحدة اسمها تي. الست دي كانت واحدة من زوجات الملك الثانوية، يعني مش هي الزوجة الرئيسية للملك، بس تي كانت طموحة ومش سهلة، وكان عندها ابنها واسمه بنتأور. ابنها ما كانش الوريث الشرعي للعرش، لكن تي ما كانتش راضية إطلاقا. قلبها كان مليان غيرة وحقد من الزوجة الرئيسية للملك اللي كان عندها ابنها واسمه رمسيس الرابع، ورمسيس الرابع هو اللي المفروض هيمسك الحكم بعد أبوه. وهنا بدأت البذرة الأولى لأكبر جريمة اغتيال في تاريخ مصر الفرعونية. قلب تي كان بيغلي ولسانها كان بيوسوس، وكل يوم كانت بتقرب من ناس أكتر داخل القصر، كهنة وخدم وجنود، وكانت بتبني شبكتها في السر، شبكة موت علشان تقتل الملك نفسه. لكن الملك رمسيس الثالث ما كانش يعرف ان الخطر مش جايله من اعدائه اللي بره، انما الخطر كان جايله من جوه القصر، وتحديدا من داخل جناح الحريم. الملكة تي ما كانتش قاعدة ساكتة، انما كانت بتدبر مؤامرة وبتزرع الشكوك وتشتري النفوس وتستغل كل لحظة غضب او طمع.
بدأت الملكة تي إنها تجمع حواليها مجموعة من الجواري والموظفين في القصر، ومش بس كده، دخل في اللعبة جنود وحراس وكتاب ورجال من كهنة المعبد نفسه. بقى عندهم شبكة كاملة، ناس جوه الحريم وناس جوه الحرس الملكي. وبالفعل البردية بتحكي إن في يوم 15 من الشهر الثاني من موسم اسمه موسم شمو عند الفراعنة، والكلام ده كان في سنة 1155 قبل الميلاد، الملك رمسيس الثالث غالبا كان موجود في قسم الحريم الملكي اللي موجود في البر الغربي من مدينة هابو. المتآمرين حددوا اليوم ده بالذات علشان يستغلوا الزحمة والدوشة اللي حوالين العيد علشان يعرفوا ينفذوا خطتهم في سرية. الملكة تي زوجة الملك اللي كانت بتحلم ان ابنها بنتأور هو اللي ياخد العرش بدل من رمسيس الرابع. تي اللي بدأت تجند ناس من جوه إدارة القصر، مسؤولين وخدم علشان يساعدوها يهربوا الرسائل بره قسم الحريم، لان طبعا الدخول والخروج من المكان ده كان صعب جدا. ومع الوقت قدرت تي تقنع ناس كتير انهم يشاركوا في المؤامرة. كان واحد من رؤساء المخزن اللي كان اسمه بيبيا كاكمن، وده كان مسؤول عن توزيع المعلومات، واللي كان بيساعد بيبيا كاكمن في مهمته كان كبير الخدم واللي كان اسمه ماستاسوريا، وكان بيساعدهم كمان مراقب الماشية وكان اسمه بنها يابوني، وجندوا معاهم كمان المشرف على قسم الحريم واللي كان اسمه بانوك، ومعاهم كمان كاتب الحريم واللي كان اسمه بانداوا. وعلشان الوصول لقسم الحريم كان صعب جدا فجندوا معاهم كمان مشرف خزانة الملك واللي كان اسمه بيري علشان يقدروا انهم ياخدوا تصاريح يسمحوا للمتآمرين بالوصول للملك. الجنود كانوا واقفين والحراس في اماكنهم، والجواري كانت بتحضر الملك والادعية والاناشيد كانت شغالة في المعبد. المؤرخين ما قدروش انهم يجزموا وقتها اذا كان الملك مات مسموم ولا لا، لكن الطب الحديث قال كلمته بعد أكتر من 3000 سنة. في سنة 2012 فريق من علماء مصريين وأجانب عملوا فحص بالأشعة المقطعية على مومياء الملك رمسيس الثالث، والنتيجة كانت إن الملك مصاب بقطع كامل في القصبة الهوائية، يعني في حد ذبحه حرفيا، جرح عميق في الرقبة عرضه 7 سنتيمتر وواصل كمان للعظم، يعني الملك زي ما يكون اتذبح من الوريد للوريد. مش بس كده، العلماء لقوا تميمة عين حورس محطوطة جوه الجرح، وده معناه ان الكهنة حاولوا يصلحوا اللي حصل ويحموا روح الملك بالتمائم، لكن بعد فوات الاوان الملك اتقتل، واغلب الظن ان المؤامرة نجحت في اغتياله وقبل ما يتم كشفها بالكامل. بعد ما الملك اتقتل الدنيا اتقلبت في القصر. وريث العرش اللي هو رمسيس الرابع مسك الحكم بسرعة، واول حاجة عملها انه فتح تحقيق. تفاصيل المحاكمة في الجريمة دي تم تدوينها في بردية اسمها بردية تورين القضائية، وبردية تورين القضائية فيها اكتر من قسم، والقسم اللي بيحكي المحاكمة بالظبط كان اسمه بردية مؤامرة الحريم، والبردية دي محفوظة للآن في أحد المتاحف الأجنبية. المحكمة في وقتها استجوبت حوالي 40 متهم واتعمل لهم محاكمة علنية، وسجلوا الاعترافات بالحبر على البرديات، وكان الحكم قاسي. فيهم اللي اتحكم عليه بالإعدام، وفيهم اللي انتحر جوه السجن، وفي منهم اللي اتشنق واللي اتحرق، وكمان في منهم اللي تم الحكم عليه انهم يقطعوا له انفه واذنه. اما الامير بنتأور ابن الملك رمسيس الثالث من زوجته الملكة تي فتم الحكم عليه بانه يموت نفسه، يعني اجبر على الانتحار، واغلب الظن انه اتشنق او بلع السم، وده بيفسر شكل المومياء الصارخة اللي تم العثور عليها بعد 3000 سنة من الحادثة. وشه كان مشوه وفمه كان مفتوح، عنقه كانت مشدودة جدا كأن صرخته الأخيرة فضلت محفورة في جسده للأبد. الغريب إن رغم جريمته اتدفن جنب أبوه، لكن اتدفن بإهانة، مفيش تابوت ملكي ولا طقوس ولا تحنيط يليق بأمير، اتحط في جلد ماعز علشان تبقى نهايته عبرة مش تكريم. وبالحادثة دي انتهت قصة ملك كان عظيم لكنه مات غدر على يد أقرب الناس ليه، وانتهت كمان قصة أمير خان دم أبوه. تفاصيل المحاكمة في الجريمة دي تم تدوينها في بردية اسمها بردية تورين القضائية، وبردية تورين القضائية فيها أكتر من قسم، والقسم اللي بيحكي المحاكمة بالظبط كان اسمه بردية مؤامرة الحريم، والبردية دي محفوظة للآن في أحد المتاحف الأجنبية. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.